مش لازم نروح مطعم الشيف براك وندفع قد كده علشان ناكل الطواجن التركي. ممكن نعملها في البيت بأقل تكلفة وبطريقة بسيطة. النهاردة هعمل معاكم طاجن الكفتة ده لذيذ لذاذة ما حصلتش. بس يا ريت قبل ما نبدأ وصفة النهاردة ما تنسوش تعملوا لي لايك كتير وشير علشان ده بيساعد قناتنا تكبر. يلا مع بعض نحضر احلى طاجن كفتة. اول حاجة انا هجيب 2 بتنجان كبير، حجمهم يكون كبير شوية. هنبدأ نعمل فيهم ثقوب كده بالسكينة، وهجيب فلفل الوان، واحد اخضر وواحد احمر، ونبتدي نشويهم في الفرن على اعلى درجة حرارة. خلال المرحلة دي هبدأ اتبل الكفتة. نص كيلو لحمة مفرومة، احط عليه بصلاية مبشورة ناعم وقرن فلفل احمر مبشور ناعم. بعد كده هضيف عليهم معلقة كبيرة نشا، دي بتخلي الكفتة ما تكشش، واحط عليهم توابل ملح وفلفل وجنزبيل. هنبدأ نخلط كل ده مع بعض كويس، ولو احنا حابين نفرمهم نص فرمة كده في الكبة بتبقى ممتازة، العجينة بتبقى متماسكة مع بعض. كده هحضر العجينة اللي هفردها على وش الطاجن. كوباية دقيق، احط عليهم رشة ملح، نص معلقة صغيرة خميرة، نص معلقة صغيرة سكر، ومعلقة صغيرة زيت. هضيف عليهم نص كوباية مية بالتدريج كده. نعجن كويس خالص 8 دقايق ولا حاجة علشان العجينة بتبقى متماسكة ومش طرية ومش بتلزق في الايد. نغطيها ونسيبها لغاية ما تختمر. خلال المرحلة دي هيكون البتنجان والخضار المشوي خرج من الفرن. هبدأ اغطيه على طول اول ما يطلع من الفرن باي غطا او فويل، ده بيخلي القشرة اللي على الخضار تتقشر بكل سهولة وتتشال بكل سهولة. اقشر الخضار كله وافرمه بالسكينة كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده. في طاسة على النار هكون مقطعة بصلاية متقطعة شرايح رفيعة، هضيف عليها 5 فصوص توم يا دوبك بس نشم ريحتهم كده، مش عايزينهم ياخدوا لون خالص. هنزل عليهم بمعلقة كبيرة صلصة، 3 طماطمات متقطعين مكعبات وانا شلت القشرة بتاعتهم. هضيف عليهم الخضار اللي انا قطعته، واحط عليهم ملح وفلفل وبابريكا. بعد كده هسخن الطاجن كويس اللي هيدخل الفرن، وهنزل بيهم في طاجن هحط عليه الخضار، وهضيف عليه الكفتة بعد ما شكلتها. كون مسخنة معلقة زبدة كويس قوي، دي بتدي طعم مختلف خالص للطاجن، وهنضيفها على الكفتة. الطاجن هيخش فرن ساخن على اعلى درجة حرارة، هياخد حوالي نص ساعة. بعد نص ساعة هيخرج من الفرن. هبتدي افرد عليه العجينة اللي انا حضرتها، وندهنه دهنة خفيفة بالبيض ورشة حبة البركة ورشة سمسم. هيرجع تاني على الفرن حوالي 10 دقايق، وبكده طاجن الكفتة بقى جاهز. جربوه بجد، يستحق التجربة لانه فعلا لذيذ ومختلف تماما. والخلطة اللي احنا عملناها تحت الكفتة اللي بالبتنجان دي طعمها مميز خالص بجد، ما حصلتش مع الخبزة اللي على الطاجن. اتمنى تكون عجبتكم وصفة النهاردة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك كتير وشير والكومنت حلو. باي باي.